مين اللي هيتعب؟ مين اللي هيتعب؟ قولوا. اللي هيتعب الناس اللي متربية على القيم والمبادئ والأصول، الناس اللي متربية في الزمن الجميل، هم دول اللي هيتعبوا من الفساد اللي موجود في الجيل الحالي. ربنا قال الدين الإسلامي تعامل وليس زي، يعني انت عايز تبقى مسلم، خلي اللي قدامك يعرف انك مسلم بتعاملك الراقي اللي فيه احترام، فيه اتزان، فيه أصول، فيه مبادئ. قال الماسك على دينه كجمرة نار، ممكن كلمة تطلعها من بقك تفسد جيل. ويدافع عن الفساد، اللي بيدافع عن الفساد هم الفاسدين. لما تلاقي حد بيدافع عن الفساد ومطلع لايفات ومطلع فيديوهات وبيدافع عن الفساد، اعرف ان هو شخص فاسد. مين اللي هيتعب؟ الناس اللي بتتصدم أخلاقها وأصولها وتربيتها. ما تسمحش بنشر الفساد في المجتمع، ما تسمحش بنشر الفساد في المجتمع. الأب ده ليه قدوة، الأب ده ليه قدوة. ما ينفعش أي حد وأي بنت وأي ست تفتح لايف أو تفتح فيديو تسجله وتشتم أهلها، حتى لو أهلها دول مولعين فيها ليل ونهار. ما ينفعش. انتي مطلعة فيديو لأجيال، ابني وابنك وبنتك وبنتي. مفيش حاجة اسمها طيبة، مفيش حاجة حد غلبان. اللي غلبان وطيب يقعد في بيته ما يفتحش كاميرا ولا يفتح لايف. احنا بنطلع فيديوهات في ميزان حسناتنا، مش بنطلع فيديوهات تخرب أصولنا، تخرب جدودنا. وفي طبعا فاسدين كتير عاملين فيديوهات عشان يشتتوا الناس. ايه ده؟ ايه ده؟ الناس بقى العقلاء، الناس اللي متربيين على الأصول، يقول لك ايه ده؟ بقى دي يدافعوا عنها، بقى ده يدافعوا عنه.